مغربي. يعني لو خدينا احنا مثلا الجزائر سميناها الدولة المغربية، كان كل شيء واحنا الآن. اولى بهذا الاسم لانه احنا اكبر منهم في الجغرافيا. احنا الجزائر، المغرب الاوسط اكبر من المغرب الادنى واكبر من المغرب الاقصى في المساحه. يعني المغرب الاوسط اللي هو احنا. نعم. هم يقولوا باللي هما أقدم منا في التاريخ، ويتكلموا على 12 قرن. قضية 12 قرن هذه لو فسرتها لي يا دكتور، والله عندك مني كسمة يعني. والله ما نعرف علاه اختاروا 12 فقط. نحن كجزائر ندري اننا تاريخنا الموثق بالحاكم والعاصمه والدوله يرجع الى 23 قرن. اول دوله انشئت، باش نتفقوا، في تونس العاصمه. اول دوله انشئت في هذه المنطقه المغاربيه. تونس هي الأقدم. تونس اقدم من الدوله النوميديه، لان تونس نقصت قرطاج باسمها في هذاك الوقت اسمها قرطاج. فتاسست قرطاج، ثم تاسست نوميديا، ثم تاسست موريتانيا اللي هي المملكه المغربيه اليوم. السلام عليكم. عبد العالي عابد، الصحفي، رئيس ديال الصحيفه. داكشي انا ما كيهمنيش وما حاولش حتى نبحث على يعني الخدمه ديالو شنو هي. انا اللي من خلال انا اللي شفت واللي عرفت بانه الخدمه ديالو هو مسترزق من المسترزقين. هو بسم الله الرحمن الرحيم. أصدقائي وأحبابي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحياتي واحتراماتي لكم ودعواتي بأن يرفع الله البلاء والغلاء عن الأمة العربية وسائر بلاد الدنيا، وأن يشفي كل مريض يتألم، ولا يحرمنا أبدا من أحبابنا يا رب العالمين. طبتم أينما كنتم وطابت أوقاتكم. كبسولة جديدة من حكاوي. القوة الضاربة في عمق البطيخة، القارة، الكوكب، الزفت، الهباب على دماغهم. كل يوم يطلع لنا واحد من هؤلاء المقرقبين ويبدأ يفتي في اللي له علم فيه واللي ملوش علم. منهم طبعا كما هو معروف طبيب الحمير اللي بيركب زباينه محمد دمير. هذا الدمير الغبي الجاهل تاريخيا اللي ما يعرفش أي حاجة وبيحاول يعمل فيها مؤرخ على الفاضي بالكذب والهرتلات. الراجل ده مخترع وعالم ومقاول ودكتور بيطري وبتاع كله، بيعمل كل حاجة، ومؤرخ تاريخي. دي آخر حاجة. بيجيب معرفش معلومات بيستقيها منين وكلها كذب ولا فاهم أي حاجة، وعمال يهرتل وهم عمالين يسقفوا له، وعجبهم قوي كلامه لأنه ضد المغرب الشريف. آخر هرتلاته يا جماعة اللي أنا سمعتها كان مستضيفينه على قناة الهباب، الشرور بتاعتهم دي، والراجل قاعد يفتي ويتكلم كلام ليس له علاقة بالتاريخ لا من قريب ولا من بعيد. قال الآتي: قال إن أول يعني بلد اتأسست أو أول إمبراطورية اتأسست كانت إمبراطورية قرطاج اللي هي في تونس، وبعدين نوميديا اللي هم معتمدين عليها وكأنهم يعني كانوا قراقبة يعني اللي عاملين نوميديا دي، وبعدين نوميديا، وبعدين موريتانيا ما كانش فيه وجود للمملكة المغربية الشريفة، كان فيه وجود لموريتانيا. وان موريتانيا ما كانش، ان المغرب الشريف المملكه المغربيه الشريفه ما كانش لها وجود في هذا التوقيت، عشان كده هم اقدم من المملكه المغربيه الشريفه واكبر في المساحه، وبالتالي يحق لهم اسم المغرب. هم اولى باسم المغرب من المملكه المغربيه الشريفه. يعني الجزائر الاسم ده مفروض ما يبقاش بتاعها، وهي اولى انها يبقى اسمها المغرب. مستند على كلامه بيقول المغرب الأدنى والمغرب الأوسط والمغرب الأقصى. المغرب الأدنى اللي هو تونس، ودي تأسست الأول، وبعدين الأوسط اللي هي نوميديا اللي هم قرقبيان العظمى، القوى الضاربة في عمق البطيخة، القارة، الكوكب، الزفت على دماغهم، وبعدين موريتانيا. يعني المغرب ما كانش له وجود، المغرب الشريف ما كانش له وجود. طب تعالى لي بقى يا حلو انت يا معفن لما اقول لك انا الصح ايه. الصح يهبل ان اول قبائل أمازيغية وصلت المملكة المغربية الشريفة أرض المغرب الأقصى، واستقروا في المغرب الأقصى بما فيهم موريتانيا اللي ما كانش اسمها موريتانيا أصلا، كانت عبارة عن صحراء ما كانش لها أي اسم.
بعد كده سموها شنقيط، وبعد كده اتسمت موريتانيا لما اعلنوها سنة 1960، لما تم اعلان قيام دولة موريتانيا سنة 1960. لكن المنطقة دي بالكامل كانت مكان للقبائل الامازيغية اللي استقروا في موريتانيا وفي الصحراء المغربية وفي المملكة المغربية الشريفة. ما كانش اسمها موريتانيا طبعا، استقروا في مكان موريتانيا دلوقتي، وبعد كده هاجروا من المغرب الاقصى اللي هو المملكه المغربيه الشريفه والصحراء المغربيه، واستقروا جزء منهم في جنوب دويله قرقبيان وفي تونس وفي ليبيا، وجه جزء منهم الى مصر. بعد كده لما جم يعملوا المؤتمر الاسلامي، كانت المملكه المغربيه الشريفه رافضه تماما انها تعترف بوجود بلد او دوله اسمها موريتانيا، واعترفت بموريتانيا في عام 1960 حتى يقام المؤتمر الإسلامي. أما أنتوا هتقول لي نوميديا، هتقول لي عفريت أزرق، أنتوا مين؟ أنتوا مين؟ يعني أنتوا مين؟ أنتوا سلالة مين؟ كله تزوير في التاريخ يا جماعة، وكله أكاذيب وكله هرتلات ولا أساس لها من الصحة. يعني لا اساس لها من الصحه. هو بيتكلم بقى في حاجات في القرن الثاني الميلادي والقرن الثالث الميلادي وحاجات كده، يعني من 700 800 900 سنه. لما نيجي نتكلم بقى ونتكلم بجد، ما كانش لهم اي وجود اصلا نهائي. كل الامبراطوريات اللي قامت على الارض الخلاء دي كانت ارض خلاء عباره عن صحراء بس، استقرت شويه ومشيت، استقرت شويه ومشيت، لحد ما جه الاتراك العثمانيين واقاموا مدينة الجزائر. لما لموا شوية جزر وعملوها مدينة، ولموا قطاعين الطرق وقراصنة البحور وعيشوهم تحت إمرتهم في هذه المدينة، وشغلوهم على الأساطيل التركية أو العثمانية في وقتها. قراصنة يقفوا يقطعوا الطريق على السفن عشان ياخدوا منهم جباية عبر البحر المتوسط. دي بداية نشأة دويلة القرقوب، القوى الضاربة في عمق البطيخة. يعني دي البداية بس في العهد العثماني. بعد كده جت فرنسا، دفعت لتركيا، سابت لها كل حاجة وخدت بعضها ومشي بعد 300 ومش عارف 14 سنة ولا كام سنة. احتلت فرنسا المكان كله 132 سنة، بدأوا يتكاثروا بقى ويبقى لهم وجود في ظل وجود الدولة الفرنسية، اللي أصله بقى فرنسي، واللي أصله تركي، واللي أصله أسباني، واللي أصله إيطالي، واللي أصله مش عارف إيه، واللي أصله عربي، واللي أصله أمازيغي، ودي بنسبة قليلة جدا. هو ده وجودهم اللي قاعد يفتح في التاريخ وهو لا فاهم تاريخ ولا فاهم جغرافيا ولا فاهم أي حاجة، وبيقول إيه اشمعنى 12 قرن يعني تاريخ المملكة المغربية الشريفة. ده 12 قرن ده بداية الحكم الإسلامي فيها، 12 قرن بداية الأسر الإسلامية اللي حكمت المملكة المغربية الشريفة. أما قبل كده كان لهم قرون وقرون وقرون، آلاف السنين قبل كده، آلاف السنين. فما تجيش أنت يا مواليد 62 1962 وعاوز تمشي التاريخ على مزاجك، وكله بالكذب وكله بالهرتلات وكله بقلة الأدب والتزوير. وللأسف يا جماعة لاقي اللي بيسقفوا له، ولاقي اللي بيشجعوه، ولاقي اللي فرحانين بيه. هذا الجاهل الغبي بتاع كل حاجة، شغال في كل حاجة، مخترع عبقرينه، طبيب حمير وبغال وشغال، مؤرخ شغال، مقاول شغال، أي حاجة بتجيب فلوس هو شغال فيها، وفي الآخر عامل فيها مؤرخ وعمال يكذب 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 يكذب. لكن الكذب للأسف على مزاجهم وجاي على هواهم ومبسوطين وفرحانين بيه وعمالين يسقفوا له ويروجوا له. محاولة لصناعة التاريخ بالكذب، محاولة لإثبات الوجود بالكذب، وهم في الأول وفي الآخر مواليد عام 1962، يعني عمرهم كله 61 سنة، شاءوا أم أبوا ما لهمش تاريخ قبل كده.
وشاءوا أم أبوا المملكة المغربية الشريفة صاحبة تاريخ وصاحبة حضارة وصاحبة أمجاد بمزاجهم أو غصب عنهم. شيء مخزي ومؤسف إن احنا نغالط التاريخ وإن احنا نكذب على التاريخ، وللأسف لما بيتولى الجهلاء يعني على رأي اللي بيقول بيمسكوا الحديدة ويتكلموا، يعني للأسف النتيجة بتكون زي ما حضراتكم شفتوا كده، غباء في غباء، ويضرب حبتين القرقوبي ويطلع يقول أحلى كلام والمقرقبين التانيين يسقفوا له. لكن هذا لن يغير في التاريخ شيء، لن يغير في الواقع شيء، لن يغير ان فرنسا سرقت أراضي من الدول المجاورة ليها بما فيهم المملكة المغربية الشريفة وضمتها لدويلة قرقبيان العظمى عشان تبقى في المساحة دي، اللي هو قاعد بيتكلم ويقول ايه احنا اكبر مساحة واحنا احق بالاسم. بعينك ان يكون لك تاريخ زي المملكة المغربية الشريفة ولا مصر ولا غيرهم، وبعينك انك يكون لك وجود اصلا، يعني انتوا قشة في مهب الريح. كل التحية والتقدير والاحترام لكم، سعدت بكم وسعدت بوجودي معكم. دعواتي بأن يشفي الله كل مريض يتألم ولا يحرمنا أبدا من أحبابنا يا رب العالمين. طبتم أينما كنتم وطابت أوقاتكم، عاشت مصر وعاش المغرب، ولا عاش أبدا من عادهما ولا خانهما. ودائما وأبدا وما حييت أقول أن العروبة ليست دولة، إنما العروبة وطن لمن يعي ويفهم ويعقل معنى كلمة وطن. وعلى فكرة أنا تعمدت الظهور بهذا الزي المغربي المشرف التاريخي اللي اي حد يتشرف انه يرتديه. اشوفكم في كبسولة جديدة ومش هتأخر عليكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.